الآن إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برجال الأعمال الألمان. معنيين قوي بحقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية في بلادنا. تعالوا، مرحب بكم، عشان ده هيكون إضافة للمصريين. تعالوا عشان زي ما بقول، لما بقول انتم مرحب بيكم ده كلام حقيقي، يعني لان انتم لو قمتم بالدور ده واستطعتم ان انتم تعملوا استثمارات تدي امان للمصريين، واستثمارات تحقق فرص عمل لهم وتحسن من اداء الاقتصاد المصري، ده انتوا في الاخر بتساهموا في القيم اللي انتوا بتعتقدوا فيها، قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. لأن لن تستطيع أبدا دولة أنها تقدم للناس ده في بلادها وهي بتعاني من الفقر ومن الجهل ومن التخلف. مش هتقدر تحققه. فإذا كنتم أنتم معنيين بده على المستوى الإنساني قبل الاستثمارات، فأنتم برضو مرحب بيكم في مصر. الكرة عندكم أنتم. والكلام ده كمان للمصريين، بقول لكم إن بلدنا مش في رقبتنا بس، بلدنا في رقبتكم أنتم كمان. فممكن نتنحى جانبا شوية مصالحنا من أجل خاطر بلدنا، ولو هم أصدقائنا وشركائنا رجال الأعمال الألمان وجدوا ده فينا، هم كمان هيقدموا زي ما سيمنز قدمت. وانا اسمح لي ان انا اقدمك اشكرك جدا جدا على اللي انت قدمته لنا. بصراحه ده امر مقدر ومحترم جدا، لان ده بيعكس لان اللي انت عملته معانا انا مقدره، مش انا بس، وحتى الشعب المصري، لان ده كان بيعكس الشخصيه الالمانيه اللي احنا بنحترمها وبنقدرها. فأنا بشكرك مرة تانية أمام هذا الجمع. أنا مش عايز أطول عليكم عشان بقية المراسم، لكن بقول مرة تانية في الآخر أنا متشكر لكم كلكم، سعيد جدا بلقائكم، وبقول لكم مصر تنتظر منكم. أهلا وسهلا، مرحب بكم. استثمار في مناخ إيجابي، ضمانات كاملة إن تعملوا فيها، أمن واستقرار، مفيش كلام. ومش بس أمن واستقرار، وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية لدى المصريين، هتشوفوها في بلادنا لما تيجوا. أهلا وسهلا، أنا متشكر جدا. مشاهدينا، نقلنا لكم كلمة الرئيس عبد الفتاح